لو حابب تتفرج على ملخص اول 4 حلقات هتلاقيهم في اللينك اللي فوق ده. بتستعد إليزابيث لمراسم تتويجها عشان تبقى ملكة، وافتكرت زمان ابوها قبل مراسم تتويجه قد ايه كان متوتر، لان المراسم دي تعتبر حاجة مقدسة لا يمكن المساس بها، وانها بتتم من زمان جدا بنفس الدقة وبدون اي غلطة. بس المرة دي إليزابيث كانت حاسة ان فيليب جوزها كل مدى ما بيبعد عنها، فحبت انها تشاركه في مراسم التتويج، وقالت له هخليك تبقى انت رئيس المراسم دي، مع ان ده مش منصبه، بس هي حبت ترضيه وتحسسه انها مش ناسياه. وهو وافق، بس قال لها انا هعمل كل اللي في مزاجي واوعدك هبهيك. قالت له ماشي، بس كل حاجة بالاصول وما تشطحش بخيالك قوي، دي مراسم مقدسة. وطبعا إليزابيث قوبلت برفض شديد من كل اللي حواليها بسبب قرارها ده، بس هي فضلت مصممة عليه لانها مش عايزة تخسر جوزها اللي شايفة انه بقى منعزل عنها جدا. في نفس الوقت ده كانت ستها تعبت وصحتها اتدهورت، فعشان كده جه ابنها الاكبر ادوارد اللي هو عم إليزابيث عشان يقعد جنب امه في اخر ايامها. بس الغريبة ان ادوارد ده ما كانش حابب اي حاجة في لندن ولا الاجواء الملكية، ولا نفسه يقعد جنب امه حتى، لدرجة انه كان بيتمنى موتها عشان ما يجيش يزورها تاني، لانه شايف انها كانت بتكرهه وفضلت اخوه اللي اصغر منه عليه، ولانها كانت بتعامل مراته وحبيبته بكره شديد، وانها ما سامحتهوش على الغلطة دي ابدا. وبعد كده كان عنده ميعاد مع كبير الاساقفة اللي لقى عنده تومي كبير الخدم الملكي، واللي ام إليزابيث طلبت منه انه يخلي ادوارد ما يحضرش مراسم التتويج، او بالاصح مراته هي اللي ما تحضرش مراسم التتويج، وتومي خلى كبير الاساقفة هو اللي يطلب كده من ادوارد. بس ادوارد قعد يهزق فيهم ويشتم فيهم ويقول لكبير الاساقفة عار عليك انك تسمع كلام واحدة زي دي وتبعدني انا عم الملكة عن مراسم تتويجها، ده ربنا بيسامح، انتوا مش عايزين تسامحوني على غلطة من وجهة نظركم انتوا، غلطة عدى عليها 17 سنة. فتومي قال له بعض الغلطات لا تغتفر. وهم قاعدين بيهزقوا في بعض كده جالهم خبر وفاة ماري ام ادوارد، وراحوا كلهم الدفنة. وفيليب قال لإليزابيث نفس مراسم دفن ابوكي بالظبط، مفيش حاجة اتغيرت، ده حتى الضيوف هم، انما انا هعمل لك مراسم تتويج هيحكي ويتحكى عنها العالم كله. وبدأ فعلا فيليب تجهيزاته لمراسم التتويج، والتقى بكل المسؤولين عن المراسم وقال لهم كلمتين فيما معناهم انه ناوي يغير حاجات كتير جدا في المراسم المعتادة. احنا الملكة بتاعتنا ملكة شابة وفي زمن التطور وبترمز للحداثة والتكنولوجيا والمستقبل، ما ينفعش نفضل ماشيين ورا الماضي، خلاص اللي فات مات، احنا ولاد النهاردة. وبدأ بأول اختراع جديد في مراسم التتويج، ألا وهو التصوير التلفزيوني، والتتويج هيتذاع في كل العالم. وكمان عايز يدخل الكنيسة بعض التجار ورجال الأعمال والسياسيين والصحفيين، بالإضافة للأوجه المعتادة من العيلة الملكية والوزراء وهكذا. طبعا كل اللي هو فكر فيه ده بس جنن باقي المسؤولين، وطلبوا من تشيرشل انه يتدخل ويكلم الملكة. وفعلا تشيرشل قال للملكة كلمتين وبس، التاج الملكي له خصوصيته ومكانته، وما ينفعش يتهان بالشكل ده ويبقى فيه كمية الصحفيين والمصورين دول مش فرح العمدة هو، لان التتويج ده مش حاجة بسيطة، انت بتتقربي من منزلة الانبياء. وكمان اللي زاد وغطى جوزك مش عايز يقع قدامك. فإليزابيث راحت لفيليب وقالت له انا مش قلتلك امشي بالاصول يا ابن الحلال؟ قال لها انت على فكرة هتشكريني بعد كده، انا عايز مصلحتك، ما ينفعش مراسم تتويجك تبقى بتتكلف ملايين وباقي الشعب فقير جدا مش لاقي اللقمة. قالت له لا طبعا، الشعب البريطاني شايف ان التتويج والتاج ده حاجة عالية جدا وتستاهل المبالغ اللي بتدفع في المراسم. قال لها يبقى على الاقل تسمحي للشعب انه يشوفك وانت بتتوجي. قالت له ماشي، انا هوافق على الاذاعه التلفزيونيه بشرط انك ترقى عليا. قال لها ازاي ده؟ انا كده افقد كرامتي ورجولتي، ازاي ارقع لزوجتي؟ قالت له انت ما بترقعش لزوجتك، انت بترقع للملكه بتاعتك. قال لها ما هي زوجتي في نفس الوقت، انا بقيت حاسس ان التاج نساكي انك زوجه وغمى عينيكي وبقيتي حابه المظاهر الخداعه دي. قالت له لا، انا اللي بقيت شايفه انك مستكتر عليا اني حتى افرح، وبتاخد كل حاجة على كرامتك وبتحاول تبعد عني، وانا مهما حاولت عشان اقربك مني بتبعد. واتخانقوا مع بعض ومشي وسابها. وجه يوم التتويج فعلا، وكان بيتذاع على التلفزيون، وادوارد كان قاعد مع باقي اصحابه في باريس وعمال بيتطيق على مراسم التتويج، بس هو من جواه حاسس بالندم انه ساب ده كله. ولما اصحابه سألوه انت ازاي سبت ده كله، قامت مراته يضت وقالت من اجل الحب. ومراسم التتويج كلها اتذاعت على التلفزيون ما عدا الحتة اللي كبير الأساقفة بيدهن فيها الملكة بالزيت المقدس،
لأنهم في الحتة دي بيعتقدوا إن الملكة وصلت لمنطقة أعلى من البشر، منطقة تقترب فيها من الآلهة، وبتتحول بعديها إليزابيث من مجرد شخص عادي لملكة بمنزلة إله، وبتتوج ملكة فعلا وبتلبس التاج، وبتيجي الحتة اللي المفروض فيليب يركع فيها للملكة، وبيركع فيها فعلا وبيديها التحية المطلوبة وبيقول الكلمتين المعتادين، وبعد كده بيقوم يلمس التاج ويبوسها من خدها. بصراحة أنا حابب أشكر كل القائمين على هذا العمل لاهتمامهم بكل التفاصيل، وكمان إنهم يصوروا أكبر عيلة ملكية لأكبر دولة في العالم بكل هذه الشفافية، جرأة كبيرة جدا. بعد مراسم التتويج بقى ما اتذاعت على التلفزيون لأول مرة، بكده أصبحت الملكة إليزابيث أشهر ست في العالم، في نفس الوقت اللي أختها مارجريت غرقانة في العسل مع بيتر عشيقها، وبتحلم باليوم اللي يجمعهم فيه بيت واحد. وعشان كده قامت كلمت إليزابيث وعزمتها هي وفيليب على الغدا، ولما جم وضحت لهم الموقف، إنها وبيتر حابين إنهم يتجوزوا ياسمين بدل ما علاقتهم في السي كده. طبعا الموضوع كان صادم لإليزابيث في الأول، بس لما شافت كمية السعادة في وش أختها، إليزابيث وافقت وقالت لها أنا هعمل كل اللي في وسعي عشان نتم الجوازة دي. وبرغم من معارضة فيليب لهذا القرار اللي شايف إن فيه تشابه من نفس اللي حصل مع عم إليزابيث لما اتجوز واحدة مطلقة ومن عامة الشعب، وإن الموقف ده ممكن يفتح عليها أبواب جهنم وممكن يهدد التاج اللي هي لابساه، بس إليزابيث كانت حابة إنها تساعد أختها لأنها كانت حاسة إنها سعيدة ومبسوطة جدا. وفعلا مارجريت كانت طايرة من السعادة، بس لم تكن تعلم أن فرحتها لن تكتمل، لأن في واحد من الصحفيين اللي حضروا التتويج الملكي شافها وهي بتطبطب على كتف بيتر وكأنها بتنضف له الجاكيت بتاعه كمان، وحس إن في بينهم علاقة، وكتب مقال صحفي طويل عريض وحط فيه شوية توابل من عنده عشان يشعل الدنيا، ووضح العلاقة اللي بين مارجريت وبيتر، ووضح كمان إن بيتر من عامة الشعب ومطلق ومخلف عيال. والصحفي ده عرض المقال على رئيس التحرير اللي قال له أنت عايز تولع الدنيا يا ابن الذين أنت، وأنا بحب كده. وقام رئيس التحرير راح عرض المقال على صاحب الجورنال اللي قال له ماشي اعمل اللي انت شايفه صح، بس الاول قام راح لتومي رئيس الخدم الملكي ووضح له حساسية الموقف، ان لو هو ما نشرش في جورناله في غيره كتير هينشره. فقام تومي راح لأم مارجريت عشان يخليها تلم بنتها، عشان الناس ما ترجعش تفتكر اللي حصل مع ادوارد عمها وليه نقلب في المواجع. وتاني يوم الصبح إليزابيث اتصلت بمارجريت وقالت لها انا موافقه انك تتجوزي انت وبيتر، بس يا ريت يبقى في الكنيسه الاسكتلنديه بعيد عن القلق والشوشره اللي هنا. ومارجريت فرحت جدا بالخبر ده، بس برضه لم تكن تعلم ان فرحتها لن تكتمل، لان امها راحت لإليزابيث هي وتومي ووضحوا لها سوء الموقف، وان الجوازه دي لا يمكن تتم، لان حتى مجرد الكلام في الموضوع ده ممكن يهز استقرار المملكه، وكمان اختك ما تقدرش تتجوز من غير موافقتك لانها ما كملتش 25 سنه على حسب قانون الاحوال الزوجيه عندهم يعني. فكل اللي بنطلبه منك دلوقتي انك ما توافقيش على جوازهم، وخليهم يستنوا لحد اما مارجريت تتم 25 سنه، ولازم الاتنين طول الفتره دي يبعدوا عن بعض عشان ننفي كل الاشاعات. وإليزابيث ما كانش قدامها حل تاني غير ده، وقالته لاختها، بس اختها قالت لها انا موافقه، بس ليا طلب اخير عندك، ما تبعديناش عن بعض دلوقتي، انا هرجع من جولتي في كينيا بس ونقضي مع بعض 48 ساعه، وبعد كده ابقي اعملي اللي انت عايزاه، ده كل اللي بطلبه منك يا اختي. إليزابيث وافقت على كده، قالت ايه يعني اللي ممكن يحصل في اسبوعين، مش مشكله. وكمان عشان تنفي الاشاعه خدت بيتر معاها في جولتها للبلاد المجاويه. بس اللي اتفاجئت بيه ان كل الصحافه والناس كانت بتتلم على بيتر وكانوا فرحانين بيه، وكأن اللي عمله ده انتصار لعامة الشعب على العيلة الملكية. وتومي حذرها من الاستمرار في هذا الوضع وقال لها لازم دلوقتي نبعد بيتر عن الأضواء. قالت له ماشي يا تومي، اللي انت شايفه صح اعمله. وفعلا قاموا مسكوا بيتر كده منصب اهبل في بلد تانية عشان يبعدوه عن الأضواء خالص، وكانوا فاكرين ان الدنيا بكده هتهدى. بس لما عرفت مارجريت باللي حصل ده اتصلت بإليزابيث وقالت لها انت ما وقفتيش جنبي ولا حميتيني وقت ما احتجتلك، حتى ما وفيتيش بوعدك معايا، وانا عارفه ان ده كله بسبب انك خفتي الناس يا الاضواء والشهره منك، بس انا بقولها لك اهو، انا مش هقف جنبك زي ما انت ما وقفتيش جنبي، وانت هتحصدي اللي زيعتيه اللي كنت في يوم اختي. وقامت الصحافه بقى نزلت مقال بتقول فيه لحد امتى العيله الملكيه هتنفي كل اتنين بيحبوا بعض. الامور دلوقتي مش زي زمان، زي ما عملوا مع الملك ادوارد زمان. اعتقد ان استمرار العيله الملكيه في هذه التصرفات قد يؤدي الى زعزعه استقرارها. وبتخلص على كده الحلقه السادسه. فلو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتدعمني كومنت عشان اكمل، ولو ما عجبكش الفيديو متنساش تعمل ديسلايك وشير وسبسكرايب برضه، بس تعمل كومنت عشان ابطل.